نشكر أم عمرو وأم عمر وأم عبد الله على هذه السفرة، حفظها الله ورعاها وجزاها الله ألف خير، وبارك الله في مالها ورزقها وأهلها، وجعلها الله لها شرابا طهورا في الجنة، ونرجو منها الاستمرار باستمرار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. في يومنا هذا الاثنين الثاني من شهر رجب الحرام العام 1447 للهجرة، الموافق 22 من ديسمبر عام 2025 ميلادية، يتم إيصال هذه السقيا الطيبة المباركة إلى هذه المنطقة المتضررة والمحتاجة. سقيا رقم 2 للمتضررين في اليمن من أم عمر وأم عبد الله، حفظهم الله وجزاهن الله خير الجزاء وكتب أجرهن. اللهم بارك لهن في رزقهن.